ممكن تتابعي لطفلك مع دكتور اطفال وحديث الولاده. طب يا دكتور ما انا بروح. لا، انت ممكن تروحي لاي دكاتره، دكتور في العيله، دكتور وهكذا. بصوا ما احكي لكم على حكايه. طفل جالي 26 يوم، وكالعاده ومعظم الامهات عارفه ان الطفل ساعات كتير بيجي له خنفره وبيشخر عادي وهو نايم. ليه يا دكتور؟ عشان فتحه الانف عنده صغيره جدا، مع اي افراز اي مخاط هيسد له الفتحه دي. فبنعمل ايه؟ زي ما احنا متفقين، نحط اتروفين بيبي، بنحط لايس، بنحط نغسل بمحلول ملح، بنشفط. طيب جاي لك طفل 26 يوم، والدكتور لما لقى ان في افرازات ولقى في خنفره كتب مذيب للبلغم ومذيب للافرازات، على اساس ان الافرازات دي هتدوب وبعد كده هيعرف الطفل يطلعها. طيب عايز اقول لك على حاجه، هو الطفل 26 يوم هيطلع افرازات ازاي؟ هل هو يعرف يكح؟ مش عارف يكح. هل هو لو في افراز ان هو بيعرف ينف؟ ما بيعرفش ينف. هل حتى بيعرف ياخد لجوه؟ بيعرف ياخد لجوه بس النفس ما يعرفش يعمل وياخد ايه، نفس جامد. فبالتالي الطفل غرق في الافرازات ومش عارف. الطفل راح لدكتور والتاني، هما مش دكاتره اطفال. بعد كده جالي في الاخر، فقلت له اول حاجه توقف العلاج ده خالص. قال لي والله يا دكتور من ساعه ما بدانا العلاج ده وهو اسوأ. طيب يعني يا جماعه، طيب يعني يعني اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. انا طبعا مش بلوم على يعني مش بلوم على حد، ربنا يعين الناس كلها، ولكن انا عايزك تروحي تتابعي مع دكتور اطفال وحديث الولاده لطفلك، بس يكون انت بتثقي فيه. الدكاتره كتير، وانت اللي تثقي فيه واللي ترتاحي معاه تابعي معاه، ولكن ما تروحيش لدكتور ما يكونش تخصصه اطفال وفي الاخر ممكن يعمل مشاكل لطفلنا. شكرا.